هذا النهائي الكبير يا بدر الدين إدريسي، نهائي منتظر. أمس تحدثنا عن الصورة ما بين لامين يامال وميسي. الكثير ذكر أن من حوض الاستحمام إلى نهائي الأحلام، يعني نهائي أحلام ما بين ميسي ولامين يامال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهي حقب تتوالى، وأيضا عقود تمشي وأخرى تأتي، وأيضا أجيال تأتي وأخرى تمشي، لكن تظل المباراة النهائية لكأس العالم هي وحدها لا تتغير في كل الأزمنة. لابد أن هذه المباراة هي التي تضع خاتمة لمسار طويل. أحلام 48 منتخبا كلها تختصر اليوم. تأكيد لكلامك، لاحظ الجماهير الأرجنتينية في نيويورك بالأمس. طبعا جماهير مجنونة شغوفة عاشقة. وضيف لها الجماهير الإسبانية. يعني تصبح أنت الآن أمام نهائي ما بين منتخبين بطلين قاريين، بطل قارة أوروبا وأيضا بطل قارة أمريكا اللاتينية. بهذا المنظر الجميل كما نشاهد طبعاً في نيويورك. وجماهير الأرجنتينية، جماهير الأرجنتينية لها طبيعة جميلة جدا متفردة، شاهدناها هنا في نسخة قطر 2022 تصنع الحدث اليوم، أيضا تصنع الحدث في مونديال 2026. نبيل، الجماهير مستمتعة، تشجع، نستمتع في وجودها، في تشجيعها، في حضورها في هذا المنظر في شوارع نيويورك. أمر دائما ما يكون حاضر، خصوصا في أعلى معدلات البطولات، وهي مواجهة في حجم نهائي كأس العالم. الجماهير الأرجنتينية جماهير استثنائية بكل المقاييس، يعني هي الجماهير التي لا تحضر فقط في المدرجات، ولكن تعطي للمباريات حياة. تشعر وكأنك مستمتع داخل الملعب، تعطي للحياة حياة. نعم. نعم. حتى وأنك أنت تكون المباراة أحيانا مملة، لكن الجماهير تعطيك مباراة أحلى من المباراة اللي موجودة على الملعب. نعم، تعليق مساعد على الجماهير نيويورك في هذا المنظر الجميل ما بين جماهير أرجنتينية وجماهير إسبانية وجماهير محايدة في يوم ختامي مميز جميل منتظر وكذلك مثير. مثل هذه الأشياء هي اللي تعطينا الانطباع ليش نعشق كرة القدم، ليش نحب كرة القدم، ليش دائما نصل إلى درجة الاستمتاع والمتعة في كرة القدم. شوف هذه الجماهير حضرت من الأرجنتين، حضرت من كل مكان، حضرت من أسبانيا، كلها لأجل أن تكون مثل هذه الجماهير هي اللي تصنع الإثارة، تصنع. جبت طاري الجماهير الإسبانية، ردت عليك. موجودة الجماهير الإسبانية. الجماهير الإسبانية يعني قد لا تكون بنفس أنت تقول دائما بدري يستمتع في الأغاني والطرب، نستمتع في الطرب الإسباني ونرجع لك نستمتع. مساعد بدر قاعد يدندن ويا الجماهير الاسبانيه. ولا الفنان بدر؟ لا، لأنها قريبة جدا. هو مطرب بدر. هذه لا فيوريا اسبانيولا قريبة منا. الكرنفال، تعرف أجمل شيء كان في إسبانيا في الصيف يكون هناك كرنفالات رائعة جدا. هذا العزف الجميل شاهدتي بعضهم. شاهد بس شفت انت صوته يعني ما شاء الله دائما أجش من؟ أجش صوت جميل يا أخي. أنت تغضب لكل شيء. لا قال صوته أجش، وش معناها؟ أنا قلت صوته وأنت قلت أجش. أنا قلت تبي تحطها فيني يا مشاري في اليوم الختامي. أنا أقول نبيل، إن كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك. لا، وإن كنت ناسي من صوته ذهب وأجش. لحظة صح ولا لا؟ من الصوت اللي ذهب، صح ولا لا؟ ذهب وخرج لم يعد، صح ولا لا؟ نبيل عنده تصويب، عنده تصويب، لأنك أنت تجنيت. تفضل يا نبيل. تفضل. لازم يقدم اعتذار على المباشر. أيوة. البارح لما أنت سألت قلت مين توقع فوز إسبانيا أو مين توقع إنه إسبانيا. قال أنا وحيدا. قال أنا الوحيد. ليس هكذا، ليس هكذا. أنا أتكلم عن نفسي ولست مسؤولا عن غيري. أنا أتكلم عن نفسي. أنا قلت هل صابر ولا لا بس لاحظت تكلم إنه قال في أحد الحلقات السابقة صوته ذهب ولم يعد. نعم صح؟ خرج ولم يعد. ما هو السبب؟ الحشرجة في الصوت.
والله عنده لا سبب. شوف انا رشحت عنده سبب. اسبانيا رشحت اسبانيا لكن ما الصوت المرأة خليك راح نرجع للصوت. تعليق صغير. هو خلاص هو الراجل كان يقصد ان هو الوحيد اللي توقع اسبانيا في المجموعه اللي كانت موجوده امبارح. نبيل ما كانش موجود امبارح. عشان كذا طلعت. والله برافو عليك يا صابر. والله اخذنا بدر يطلعك براءة. نروح سكالوني ولا نرجع للصوت؟ نروح لسكالوني. نروح لسكالوني مدرب الأرجنتين. نحاول أن نعامل هذا النهائي كأنها مباراة عادية. رأيك بانتقاء المفردة لسكالوني؟ بصفة عامة دائما تصاريع عاقلة، دائما يقدم نفسه بشكل جيد، لكن وأثبت أنه مدرب صاحب تكتيك ومفاجآت داخل ذا من خلال الدقائق الأخيرة اللي وصل فيها إلى نقطة أخيرة. بس أنا أقول لك أنه إذا تساوى المنتخبان في كل شيء بالحظوظ وبكل شيء، ابحث عن المدرب هو من يفصل في الأمر. نبحث عن سكالوني، والجماهير الأرجنتينية تؤازر وتشجع وتمني النفس بأن يحقق اللقب الثاني على التوالي واللقب الرابع في تاريخ الأرجنتين. سؤال كلمة مهمة جدا، قال لك احنا بنحاول نقدم أفضل نسخة من أنفسنا. شوف واقعية المدرب. المنتخب الأرجنتيني لم يقدم أفضل ما لديه حتى الآن في البطولة، ولم يكن مقنعا بالدرجة الكافية، رغم أنه بيحقق الأهداف المطلوبة منه وبيتأهل من مرحلة لأخرى بشكل جيد، ولكن المستوى عليه علامات استفهام. فلما يجي المدرب قبل المباراة النهائية ويقول لك إن احنا بنحاول نقدم أفضل نسخة من أنفسنا، يعني عايزين نتفوق على أنفسنا لأن احنا لم نكن في المستوى المطلوب، ده بيقول لك ان هو مدرب واقعي. وبطبيعه الحال احنا بنشيد به النهارده، ممكن بالليل نقطعه ونقطع فروته اذا ما اخطا في المباراه النهائيه، لان هو ده المحك الاساسي. قطع فروته. ما هو يشوف احنا المحك الاساسي قاسي والله في الانتقادات، يعني المقصود بها الانتقاد، لان احنا البعض بيعيب علينا ان احنا احيانا بننتقد واحد وبندافع عن واحد او بنمدح واحد. احنا بنمدح على ما قدمه في المباراه، اذا اصاب بنمدحه واذا اخطا لابد ان ننتقده. منك صابر. انا احاول اقوم في دور اوليسيه من جهه الى جهه، لكن الجهه اليسرى واضح انها جهه تحمل كيليان مبابي وهاري كين وجولد مولر والكباتن السابقين باولو روسي في الجهه اليمنى. هذا ما ذكر صابر ومساعد. هل هذا شيء منطقي؟ بعيد شويه عن الحقيقه. بعيد شويه عن معتزلين. معتزلين. انتم معتزلين. معتزلين. مبابي احنا مع مبابي قال احنا مع مبابي. خلنا مع سكالوني. مع سكالوني. لا هم سالوني عن سكالوني، لكن ان راح مني صوتي لا تلومون. الله شوف السجع والغنى وكل شيء. والله في اليوم الختامي والاخير يعني احنا باقي لنا حلقتين، حلقه الحين وحلقه ان شاء الله بالليل الساعه 1:30. يعني راح ننحرم منك يا بدر، لكن ما ننحرم من النسخه هذه كانت مثيره. نعود الى سكالوني. الله يحفظك يا الله يسلمك. تسلم. سكالوني كتب الكثير من صفحات التاريخ. غدا اليوم أسطورة حية داخل كرة القدم الأرجنتينية. لقب، وبعدين وصفت لقب بطل كوبا أمريكا. عمل ما لم يعمله أي مدرب مر على كرة القدم الأرجنتينية، برغم من أنه مر عليها أسماء كبيرة جدا. المدرب اللي قادم في الفوز التتويج 78، ايضا كارلوس بيلاردو الذي قادم للتتويج 86، لكن يظل سكالوني برغم كل شيء اليوم يمكن ان يكمل هذه الفقره الاخيره في اسطوريته كمدرب جمع كل المحاسن وكل الروائع حول الارجنتين. يعني انا شخصيا تنبأت او تكهنت بالمنتخب الاسباني، لكن في النهايه يظل سكالوني هو سكالوني مدرب من الطراز الرفيع. اكثر لاعبين قدم المتعة للأرجنتين مارادونا وميسي، مقارنة تفرض نفسها. أكثر اللاعبين صناعة وتسديد كما نتابع للفرص في نسخة من كأس العالم آخر 60 سنة، مارادونا في 1986 وميسي في 2026. تسديدات مارادونا في مونديال المكسيك ب29 تسديدة، أما تسديدات ميسي في النسخة الحالية ب34 تسديدة، تفوق ب5 تسديدات لميسي. صناعة الفرص لمارادونا في 1986 ب30 صناعة لمارادونا مقابل 25 صناعة لميسي، تفوق ب5 صناعات لمارادونا على ميسي في النسخة الحالية. رقم كبير لميسي في صناعة الفرص في هذا المونديال، لكن يبقى رقم مارادونا في مونديال 86 أفضل من ميسي، لكن
تبقى مواجهة وحيدة لميسي من خلال أن يتفوق أكثر في التسديدات ويقترب أكثر في صناعة الفرص. لكن السؤال ما بين ميسي هذه النسخة ومارادونا 86 من يختار الجميع؟ ونبدأ مع نبيل من يتكلم أكثر صراحة وبشكل مباشر. هو سيختار، لماذا سيكون اكثر صريح؟ هو يختار من يفضل. لا اين هي الصراحه؟ لماذا الغيره يا نبيل؟ ها؟ يعني الثلاث الآخرين غير جاري انت معايا ولا معاهم؟ انت معايا ولا معك يلا من تختار وفق الارقام ولماذا؟ ب 30 ثانيه. السبب الجميع. شوف، مارادونا. لماذا؟ لاني الى اليوم لا اتخيل لاعب افضل من مارادونا. شوف، هو كما قلت المقارنة ظالمة. نعم. لكن بمنطق الأرقام يظل مارادونا أفضل. مارادونا لعب مباريات أقل من لعبها ليونيل ميسي. لكن ميسي اليوم سيلعب مباراة أكثر. من مساعد ولماذا في 30 ثانية؟ احنا القسم الغير صريح. ها؟ لا أنتم القسم الأكثر صراحة. الأكثر صراحة. عفوا عليك. أنا أشوف هنيش صريح. أنتم الأكثر صراحة. رغم أشوف الأرقام الشك. الأرقام اللي كسرها ميسي أكثر وأفضل وأكثر فائدة وأكثر ثبات، ولعب إلى سن متقدمة. أنا أرى ميسي أفضل. نعم. رغم أنك أنت ما شاء الله لحقت على مارادونا ما قبل ما لحقت على كمبس ب 78 صح؟ شاهد كمبس. بدر لاحق على جارينيشا حق البرازيل. جارينشا. نعم صابر. انا بقول انه تقارب الارقام بيصب في مصلحه مارادونا مش في مصلحه ميسي، لانه مارادونا كان بيلعب في فتره يا مشاري ما كانش فيها فار، فكان بيتعرض لضرب مبرح في كل الاوقات وفي كل الكرات، كان التعامل معاه شرس جدا. انما مع ميسي ما حدش يقدر يتعامل معاه بنفس الشراسه، لان الكل عارف انه في حكم يقظ وفي فار اكثر يقظه. وبالتالي انا بقول ان تقارب الارقام بهذه الصوره يصب في مصلحه مارادونا، لان الظروف اللي كان بيلعب فيها مارادونا لا تسمح بهذا الكم الهائل من الفرص ومن التسديدات. في اكثر من نقطه قادمه نفس الامر، اجابات الجميع في 30 ثانيه. في تساؤل كذلك للارجنتين بعد هدف ميسي وفرحه ميسي في الادوار الاقصائيه. لم يسبق للارجنتين وفق ما نشاهد من احصائيه يا صابر في الادوار الاقصائيه، لم يسبق الارجنتين ان تقدمت في النتيجه خلال أول 90 دقيقة. دائما تسجل بعد ال90 كما نشاهد. الرأس الأخضر في 111 دقيقة أمام مصر في الدقيقة 92 تقدمت، سويسرا في الدقيقة 112 و92 في تسجيل الهدف الثاني للوتارو مارتينيز أمام إنجلترا. هل ضعف الشخصية؟ هل عدم اليأس؟ ماذا تفسرون أن الأرجنتين تتقدم في الأدوار الإقصائية بعد الدقيقة 90؟ تفضل يا صاحبي. هم عندهم بيتألقوا في آخر 10 دقائق لأن قائدهم بيرتدي رقم 10 مارادونا، فهم عندهم كلمة السر دايما في آخر 10 دقائق. بس قائدهم الحالي ميسي ده طبعا، وانا بتكلم على ميسي قائدهم قلت مارادونا رقم 10. قلت مارادونا. مارادونا عشان هو اللي مسيطر على هذا احنا لسه بعد في حلقه بالليل. في حلقه بالليل يا صابر. لا هو قائدهم بيرتدي رقم 10 فعشان كده هم بيتألقوا في اخر 10 دقائق. لا طبعا ده على سبيل الدعابه، انما الروح اللي موجوده في الفريق والاصرار وكمان تدخلات سكالوني لابد ان يعني سبب انه تسجل دائما الارجنتين بعد الدقيقه 90. ده راجع للروح وراجع لتدخلات سكالوني، لانه احيانا بيعمل تغييرات بتكون مفيده جدا للفريق. ذكر سكالوني وحضر سكالوني صابر. لماذا تسجل ولا تستسلم الارجنتين؟ قوه شكيمه وبس، لياقة بدنية عالية، طاقة هائلة. إذا كان هذا الفريق يحضر دائما في الدقائق العشر الأخيرة، إذن طاقة بدنية هائلة وقدرات تكتيكية مميزة من المدرب. هذا الأمر يدل على أن هناك فكر تدريبي على أعلى مستوى. شفناه في تغيير اللعب أمام مصر، شفناه في تغيير اللعب أمام الرأس الأخضر. إنجلترا. شوف بصفة عامة اللي قدمه المنتخب أنا أعتقد أنه بأس وشكيمة من منتخب يستحق أن يكون. بأس وشكيمة. نعم. المفردة صابر ثقيلة من عميقة من المعلقات وشكيمة ومن المعلقات ويستنجد بالمعلقات. أفتنا يا حطية. خلينا الحطيات. والله العظيم يا بدر أنت يا أخي تبحث عن الحكايات والروايات. أنا سعيد لأن نقلت له عدوى جميلة جدا. عدوى ذكرته بالمعلقات. هو بيقرض شعر وحافظ كذا أبيات شعر يمتعني بأبيات شعري. حافظ إبراهيم. أنا حافظ لست شاعر. أنا الأحشاء في أنا الأحشاء أنا البحر في أحشاء يضر كمين. بس انتبه أن تقول أنه حافظ مش فاهم. لا نروح إلى الأرجنتين. أنا سأستعير ما قاله زميلي نبيل، لأن نبيل
بحبه كثير. استعير ما قاله وتذكرونه جميعا انه قال لك اوصل المنتخب الاسباني ان ينام لمده 80 دقيقه وان يستيقظ في اخر 10 دقائق. يكون صاحي، يعني انه عينيه مفتوحتين في اخر 10 دقائق. لماذا؟ لان هذا المنتخب الارجنتيني في عنوان بسيط: فريق لا يستسلم. نعم. نبيل، شوف، فما شروط في البطل انك تكون بطل، فما شروط معينه. اول شرط انك لا تستسلم وتؤمن انك قادر على قلب المعطيات في كل لحظه من نهايه المباراه. طالما الحكم لم يطلق الصافره النهائيه، طالما فيه عندك لاعب اسمه ميسي على الميدان يتنفس، فالمنافس عليه ان يخشدر. نتابع ايضا ابرز ما ذكر نبيل: مجرد الوصول للنهايه وانجاز وحلم عظيم، سنحاول الاستمتاع بالمباراه، لم يسبق لاسبانيا التاخر في النتيجه طوال البطوله. ماذا يدل؟ مدرب ذكي جدا، يبعث رسائل كل مؤتمر صحفي. هذا المدرب يبعث برسائل مشفرة، رسائل تصل إلى المنافس قبل أن تصل إلى لاعبيه. لكن أنا ثم شيء لازم نتفق فيه، أنه النهائي لا يمتع. يعني في النهائي لا يجب عليك أن تبحث عن إمتاع الجماهير، أو المهم في النهائي أنك تكسب. النهائيات تكسب ولا تلعب. نعم. بدر، أنا أصعب ما في هذا المنتخب الإسباني هو شخصيته، وشخصيته هي من شخصية المدرب، هي من فكر المدرب. فريق أو منتخب لا يتنازل قيد أنملة، لا على أسلوبه، لا على هويته، ولا طريقته. ممكن يفاجئنا بتغيير تشكيلة ديفلوبمنتي ولا لا ثابتة؟ لا أبدا، يبدأ أبداً. لا نغير، هو يحترم كما غيره، يحترم القاعدة الذهبية، لا نغير الفريق الذي يفوز، وبالتالي لن يغير لا في التشكيلة ولا في أسلوب اللعب ولا في الشخصية. وأنا أعتقد أنه الصراع سيكون صراع وسط الميدان، والمنتخب الإسباني قوته في هذا الوسط الميدان. من بدر لمساعد. شوف ما فعل ديليفونتي في بمنتخب فرنسا حينما حيد أوليسيه وديمبلي وجعلهم خارج إطار اللعب. أنا أتوقع أنه هذا الرجل بعقليته أنه سيعمل على تحييد ميسي. سيشارك فابيان رويز مكان رودري. بدري عفوا. بدري أنا أشوف بدري لاعب نعم ماهر لا. وتحتاج المباراة أكثر من فابيان رويز. فابيان شوف رويز بدر يقول فابيان رويز أم بدري. لا، فابيان رويز. صابر افصل. ورأيك في اسبانيا؟ والله كلاهما يعني وجهة نظر تحترم، بس انا شايف رويز ممكن يكون هو الاقرب. القوة البدنية اللويز. اما فيما يتعلق بديلافوينتي بالطبع هو ناظر مدرسة الاستحواذ والأناقة والمستويات البراقة، لأنه ديلافوينتي دايما من المدربين اللي بيعمل على أدق التفاصيل بينشغل بيها وبيركز عليها، عكس بعض المدربين الآخرين بيحطوا خطوط عريضة وخلاص. ده كمان بيحط الخطوط العريضة وبيركز عليها، بس كمان بيركز على التفاصيل الصغيرة. أنت بتحس إنه كل لاعب في الملعب عنده كل تفصيلة شغال عليها، لا يخطئ فيها بقدر الإمكان. لذلك احنا شفنا حتى ديلافوينتي نفسه طلع بعد مباراة النمسا قال لك احنا قدمنا المباراة الأكثر تكاملا في تاريخنا. هذه العبارة كانت محور وتأكيد على إنه عطاءات المدرب والمنتخب الأسباني متميزة جدا في هذه البطولة، والمشوار استمر على نفس الوتيرة. ولو حافظ المدرب على أو المنتخب الأسباني على نفس الوتيرة في هذا النهائي، أعتقد أن الأمور هتكون محسومة بنسبة كبيرة جدا لصالح المنتخب الأسباني. إلا إذا المنتخب الأرجنتيني يعني قدر، أو سكالوني قدر يعني يضرب مسمار في مدرسة الاستحواذ والسيطرة والتفوق التكتيكي داخل أرض الملعب، يبقى ساعتها ممكن تكون الحظوظ متقاربة إلى حد كبير ما بين المنتخبين. تغطيتنا مستمرة لهذا اليوم الختامي، تغطية استثنائية في كل تفاصيلها على مدار الساعة عبر بين سبورتس من نهائي كأس العالم فيفا 2026. ينضم لنا الزميل عبد العزيز الفضلي في برنامج كذلك مميز آخر ضمن هذه التغطية الاستثنائية، عالم بيان. عبد العزيز مساء الخير، تفضل. مساء الخير مشاري لك ولكل ضيوفك أيضا هناك في الاستوديو. حقيقة استمتعنا كثيرا بأحاديثكم الجميلة والشيقة، وربما بعض الجدل اللي دائما ما يثري هذه الحلقة بينك وبين ضيوفك أيضا. بالتأكيد أنه يوم مميز، ما بقي إلا المباراة الرقم 104، وبالتأكيد أنها مباراة كبيرة ستشهد يعني ربما أحداثا دراماتيكية عدة، وسنستمتع معكم ومع كل المشاهدين في هذا اليوم النهائي لمونديال كأس العالم الأكبر والأكثر في عدد المنتخبات وعدد الدول المستضيفة تاريخيا. بالتأكيد أننا أيضا بصدد تغطية مميزة مختلفة في بي إن سبورتس. ستتابعون معنا في عالم بي إن ما لم
تروه في هذا المونديال في بعض لمحاته، في بعض التفاصيل الهامة الجميلة التي سنسلط الضوء عليها أيضا. أعود إليك وإلى ضيوفك الكرام، وربما أخذ التعليق من الزميل بدر الدين عندما تحدث أن شخصية لاروخا شخصية كبيرة ستظهر، ربما أيضا شخصية ميسي ستكون مختلفة الليلة. شكرا عبد العزيز، كل التوفيق لك في برنامج عالم بي ان. ومن سؤالك الى اجابه بدر سريعا، اسالك عن شخصيه لاروخا. تحيه لك ولجميع الزملاء من عبد العزيز. لاروخا دائما شخصيه حاضره اسبانيا. طبعا مقومات كرة القدم الإسبانية في شخصية الفريق، وشخصية الفريق تظهر في شخصية الأداء. النسبة المئوية، نجي للأسئلة. النسبة المئوية ما بين إسبانيا والأرجنتين، لأن السؤال للجميع، وما في احنا في آخر أيام ولحظات المونديال. طيب على السريع أنا بالنسبة لي اليوم مباراة النهائية هي مواجهة ما بين فلسفة الاستحواذ بتقاليدها الجميلة وما بين الأساليب المختلطة التي يطبقها المنتخب الأرجنتيني. نسبة تفوق المنتخب الإسباني 60 إلى 55%. شلون 60 500 115 بمعنى 45 أو 40 يعني للإسبانيا أكثر. طبعا النبيل إسبانيا 55%. لإسبانيا. نعم. كم متبقي بالرياضيات؟ 45 زين مساعد. نسبة ليه؟ اسبانيا. ايوه و30% 40% ل 10% البدر عشان ما خلانا نكمل. صابر، هو احنا ينفع نقول 50-50؟ ينفع تروح لركلات ترجيح؟ نقول 50-50. في احد يتوقع ان تروح لركلات ترجيح؟ لان باذن الله ان راح نكون بالليل معاكم في الكلمه الاخيره بعدما نتعرف على البطل، وسنختم التغطيه ان شاء الله في موعد 1:30 صباحا يا بدر، وسهره ان شاء الله مع الكلمه الاخيره. لا اتمنى انا شخصيا، لا اتمنى. في احد يتوقع ركلات ترجيح؟ لا اتمنى تشيل ضربه ترجيح. ما في احد على الفريقين. توقعاتك من البطل والنتيجة سيسجلها لليل. اسبانيا 1-0. اسبانيا 1-0. اسبانيا 2-1. اسبانيا 2-1. اخيرا ساتفق. اسبانيا 2-1. اسبانيا 2-0. هل سيتألق لامين يامال نبيل الليلة؟ نعم. هذه مبارته. هذه مبارته. سجل هدف وحيد في البطولة. سيسجل الهدف الثاني اليوم. الثاني فقط؟ أم الثاني أو الثالث؟ لا الثاني والهدف آخر أورايا زبال. شوف أنا أشوف لامين يامال من واقع مباراة السابقة لديلافونتي أنه سيحيد ميسي وسيتألق له. نعم. هتكون مباراة أولمو أعتقد. ما حد ذكر ميسي وارقام ميسي. لا ميسي سيسجل هدف الأرجنتين. ولا حد ذكر. لا احنا قلنا 2-1. اي يعني الهدف الارجنتين سيسجل ترى كل شيء مسجل، لكن من وسنعود لا ان شاء الله بعد النهائي. من سيتوج هدافا للبطوله؟ كيليان مبابي. ميسي سجل هدف واحد يصل الى يعادل تاريخيا كيليان مبابي ويكون اقل بهدف قصدك في 9 أهداف في هذه النسخه. طبعا. طيب من سيكون رجل المباراه يا نبيل ولماذا؟ رجل المباراه رودري، لانه مباراه هذه تلعب في وسط الميدان. نعم. اسم من رجل المباراه؟ رودري. نعم. لامين يامال. أولمو. وصلنا معكم إلى ختام برنامج الكلمة الأخيرة. شكرا بدر الدين الإدريسي، نبيل التليلي، كذلك مساعد العصيمي وصابر غراوي. اليوم يوم ختامي، انتظروا تغطية مستمرة استثنائية على مدار الساعة لهذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في كل تفاصيلها من كأس العالم فيفا 2026 عبر موطن البطولات الحصرية عبر بين سبورتس. نلتقي بإذن الله بعد نهاية هذه الأمسية في 1:30 صباحا، نحتفل